أوصي بسلطة السيزر، إنها لذيذة، والآن سآتي لك بالعصير. ماذا تفعل هنا؟ ماذا تفعل هنا؟ سأطلب منك الرحيل مرة أخرى. مرحبا. مرحبا. هنا لو سمحتي. لقد أتى قبلي، لذا أجلس. لا يحتاج مكانا للجلوس، لأن هذا المكان مخصص للزبائن، لذا سأقول لآخر مرة اخرج من هنا الآن. هي آدم، ماذا يجري؟ أرى أن علينا الاتصال بالشرطة. لا أنوي إثارة المتاعب، كنت جائعا وآمل الحصول على الطعام. سأرحل. أخيرا. لا عليك، سأعطيك شطيرة. ما اسمك؟ يا إلهي، شكرا، أنا ليروي. بالتأكيد لا. هل جننت شون؟ أخبرني ماذا تفعل؟ فلنناقش الأمر قليلا. حسنا. سيدتي، ها هي طاولتك، وأعتذر عن هذا الإزعاج، أنا آسف جدا. هاي أليكس، اخرج قليلا من فضلك. شكرا. مستحيل أن يتناول الرجل الطعام هنا، الظروف عصيبة، وتريد أن نعامله كزبائن المطعم؟ هذا مستحيل. آدم، لن أجادلك حول هذا، سأعطيه طعاما ليأكله في الخارج. كلا، لن نفعل. انظر، لماذا نوزع الطعام بالمجان؟ تدري كم أن الأمور عصيبة؟ أعلم كل هذا، لكن حالتنا ليست سيئة بقدر حالته. المسكين جائع ونحن نملك الطعام، لن نتأذى إن أطعمناه. كلا، لا نستطيع. وبصفتي مالك هذا المطعم أنا صارم في كلامي. وأنا شريكك وصارم أيضا. آدم، تتصرف بقسوة. أفضل أن أكون عديم الشفقة على أن أكون يوما ما مفلس. كان بيننا العديد من الخلافات، لكن هذا آخرها. إن كان الأمر كذلك، لا أريد أن أكون شريكك. لا يمكن أن تكون جاداً. إذن هل تقول لي بأنك ستدع جدالاً صغيراً هكذا أن يدمر شراكتنا؟ أنت جاد؟ إليك الأمر، لن تسترد أموالك وأعلم أنك لا تملك سواها. أتعلم؟ احتفظ بالمال، بدأت من الصفر وسأفعلها ثانية. حظاً طيباً. أحسنت بهذا يا شون. أتعلم ماذا؟ لما لا تأخذ صديقك وترحل؟ اغرب عن وجهي. حسناً، أعتذر عما حدث، سأخذك لتتناول شيئاً. حقاً، شكراً. أعتذر، سببت لك متاعباً مع شريكك. شريكي السابق. تفضل. حسناً، كيف أخدمك؟ سأذهب إلى مطعم آخر، شكراً. المعذرة. لا أقصد إزعاجكما، لكن لم أستطع ألا أنصت إلى بعض مما دار بينكما. أصحيح أنك تنوي التخلي عن استثمارك بالكامل لأنك أردت مساعدة هذا الرجل؟ أجل، لدي أسباب أخرى، لكن ما حصل أثر في قلبي. ماذا تقصد؟ حسناً، أعلم شعور ألا يكون لديك طعام، وهذا أحد أسباب اختياري لمهنتي. في الواقع منذ عدة سنوات ضاقت علي الحياة للغاية، فقدت عملي وانتهى بي المطاف أعيش في الشوارع. ذات ليلة لم يكن لدي أي طعام، ولكن فجأة بدأت صاحبة المطعم تلك بمساعدتي. كانت تعطيني الطعام كلما طلبته، وعاملتني بمنتهى اللطف. لأكون صادقاً، لم أكن أعلم إن كنت سأنجو من دونها، وكما ترين هي غيرت حياتي، وسأكون منافقاً إن لم أساعد الآخرين. يا للعجب، إذا انتقلت من كونك شخصاً ليس لديه طعام لشخص يدير مطعمه؟ كيف حدث ذلك؟
حصلت على عمل وبدأت أدخر المال، وعندما ادخرت ما يكفي لبدء مشروع وقلت لما لا أدخل هذا المجال. هل عدت لرؤية تلك السيدة؟ نعم ذهبت، ولكن توفيت مؤخرا، وكانت تقول: اسمع يا شون، المعروف الذي تسديه للعالم يعود إليك دائما. كم أتمنى لو أنها لا زالت هنا، لكن ما يسعني فعله هو أن أبقي إرثها حيا، حتى ولو كان الأمر صعبا كوني مفلسا. إذن بمعنى آخر عدت إلى نقطة الصفر؟ لما تدونين هذا؟ يا شون، أنا أدعى أليشا، وأنا في الواقع صحفية، وعلي القول إن هذه من أفضل القصص التي سمعتها منذ مدة طويلة. أود أن أخبرها للعالم إن لم تمانع ذلك. لا أدري. الأمر يعود إليك، ولكن فكر بالناس الذين سوف تلهمهم هذه القصة. ستلهمهم؟ لقد ألهمتني قصتك حقا، أعطتني الأمل بأنني قد أبدأ من هنا. أترى؟ اسمع كلامه. هيا، لقد خسرت مطعمك للتو، ماذا لديك لتخسره أيضا؟ إن كانت قصتي ستلهم الناس أنا موافق. أجل. حسناً، إذن اروي لي من البداية لو سمحت. قرر شون السماح للصحفية بنقل قصته للعالم، وبالتأكيد لاقت القصة رواجاً واسعاً. الناس مندهشون ليس فقط من طموح شون، ولكن أيضاً من عمله الإنساني. بعد عدة أيام يطرق باب بيته ليفاجأ بالأمر. تم إنشاء حساب جمع تبرعات باسمه، وتبرع له الناس حول العالم بما يزيد على 50,000 دولار. لا يصدق شون الأمر. قرر استخدام المال لافتتاح مطعم جديد ثانية، وهذه المرة دون شريك يملي عليه ما هو مسموح وما هو ممنوع. وفيما بعد أضحت الأمور أفضل من ذي قبل، إلا أنه كان يجهل أن مفاجأة أخرى في طريقها إليه. أرى أن الأمور تسير بشكل رائع. أجل، الفضل لك، كل هذا بفضل مقالتك. لقد حققت هدفان. حصلت تلك القصة على الكثير من الاهتمام، مما أدى إلى ترقيتي. حسناً. أحب قصتك. وفي وقت ما قد تحتاج إلى من يساعدك كما تعلم. قمت بهذا بالفعل. مرحبا أليشا، تسرني رؤيتك. وأنا يا ليروي، تبدو نظيفا للغاية. أجل، شكرا. سيدي، انظر من أتى. أيمكنك خدمة الزبون؟ آدم، ماذا تفعل هنا؟ سمعت أنك افتتحت مطعما، فأردت رؤيته. مطعمك جميل جدا. شكرا. كيف تسير الأمور؟ حسنا، لم أستطع النجاح. نعم، هذا ما حصل. عند صدور المقالة فهم الناس ما جرى، وأدركوا أنني كنت الذي طرد الرجل. تدهورت الأمور من سيء لأسوأ. يؤسفني سماع هذا، لم أنوي هذا. أعلم أن السبب، يا إلهي، أتمنى لو أستطيع تغيير ما جرى حينها. على أي حال، انظر، دعني أرحل الآن، ولكن كل ما أردته هو المجيء وتهنئتك. هذا هو الأمر، والآن عندي مقابلة عمل آمل أن أنجح. نعم، أتمنى لك التوفيق. أيها المدير، ليس لديها ما يكفي، ماذا أفعل؟ حسنا. أتعلم؟ سأتولى الأمر. نعم، تفضلي. هي،
آدم، لابد أنك في ضائقة مالية. أجل صحيح، لكن كما تعلم واثق أن أمورها أصعب. قد يكون هذا الأمر لمصلحتي. كما ذكرت في المقالة، المعروف الذي تسديه للعالم يعود إليك حتما. أراكم لاحقا. انتظر. إنني أفكر في افتتاح قسم جديد، وأريد مديرا جديرا بإدارته. لا تقل هذا. إن وظفتني سأقبل بالعمل، لكن بشرط واحد. وما هو؟ أن تقتطع من راتبي لتسترد الأموال التي خسرتها في مطعمنا. شكرا لك، أنا أقدر ذلك، لكن تسير الأمور على ما يرام. سنستخدم الأموال لشيء أفضل. ما رأيك أن نتبرع بها؟ اتفقنا.